السلام عليكم، كي راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال يا رب العالمين. نبدا الفيديو تاعي اليوم بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كي راكم البنات؟ كامل اللي تقساو عليا نقول لكم لحد الان راني في نعمه والحمد لله. يا صح مريت بظروف صعيبه بزاف، تمرضي انتيا عادي، لكن كي تمرض بنتك ولا يمرض الولد تاعك يعني يكون الألم مضاعف. والحمد لله ريتاج خرجت من المستشفى. كنت ندير لها في لي زاناليز ونتبع في بنتي، والحمد لله اليوم خرجوا لي زاناليز يعني ملاح والحمد لله. كي قلت الحمد لله صاي بنتي بدات تتعافى وانا بديت نتعافى، وخرجت من حالة الاكتئاب اللي كانت حاكمتني. جات يعني الكارثة اللي ألمت بأشقائنا في سوريا وتركيا. ربي يرحم جميع اللي ماتوا، ربي يشافي المرضى، ربي يصبر كل إنسان ولا كل إنسانة فقدت ذويها وفقدت الناس العزاز عليها. سبحان الله، لله في خلقه شؤون، يعني يغير من حال إلى حال. هذا الزلزال نورمالمون يكون عبرة لأصحاب القلوب القاسية، لأصحاب القلوب السوداء، أصحاب القلوب المريضة. نورمالمون هذا الزلزال يكون عبرة باه الواحد يتفكر. فيلات عند دقيقة كانوا فوق الأرض رجعوا أنقاض. يعني الواحد يسأل نفسه يا ترى هذا الحياة تستاهل؟ هذا الدنيا تستاهل الخوي عادي اختو؟ هذا الدنيا تستاهل الولدي عادي يعني أمه؟ هذه الإنسان يحمد ربي على الشيء اللي عطاه له، نقولوا الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. على ذاك الواحد لا بغى راكي في قربي وبصحتك قولي الحمد لله، لا بغى راكي في دار الزوج تاعك ماشي خدام عندك وليداتك قولي الحمد لله، قولي الحمد لله على الأقل رانا في بلد آمن. ربي يدوم الهنا والأمان على كامل الجزائريين، ربي يحفظ لنا الجزائر والرئيس تاعنا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. بالحمد تدوم النعم، وربي قال لك وإن شكرتم لأزيدنكم. المهم اخواتاتي، هذا الروتين مسائي. هذا الحوت احنا عندنا نسموه البوري، مانيش عارف كل بلاصه وكيفاه. هذا الحوت عندي قصه مع هذا الحوت. كي كنت نتوحم بريتاج، ربي يشافيها ويطول في عمرها، يعني كنت بغيت هذا النوع من الحوت. معايا الزوج تاعي توقف في اوت، راني متفكره في اوت، معايا الزوج تاعي حوس الارض كامله ضربها ما لقاش، وانا نقول له الله يسهل البوري سي البوري. كيما يدخل نقول له يادرا، يقول لي لا ما لقيتش. حتى لقات ماما مسكينه جابت لي 2 كيلو، طيبتها لي، طيبتها ووجدتها وعيطت لي. رحت عندها والزوج تاعي مقابلني تقول لي عطي لولد الناس شويه، انا نقولها والو ماما كاع ما تقوليليش. تقول لي يا بنتي ولد الناس راه يشوف عطيه شويه حوت، نقولها والو الله يسهل عليه، كون عينه كون هو جابه لي. ذاك النهار كاع ما يتنساش. المهم اخواتاتي كنت نقيته كما راكم تشوفوا وقطعته وداك ورحنا. هذه هي الطريقه تاعنا اللي نطيبوا بها هذا النوع من الاسماك، وكل وحده حره في كل وحده. وقلت لكم باللي الطياب ماهوش علوم طبيعيه ولا يعني ماشي كل حاجه بدقه، كل وحده والطريقه تاعها. بغيتي تقليه، بغيتي تفوريه، بغيتي الله يسهل. ليسونسيال انا هذه الطريقه، هذا النوع بالذات من الحوت نبغي نديرها بهذه الطريقه. المهم خواتاتي كما راكم تشوفوا نقيته غايه وغسلته غايه وقطعته ودرت له كامل التوابل تاوعه، لي زيبيس تاوعه، ودرته هيفور يجي من اروع ما يكون، يجي بنين قراف. المهم خواتاتي قبل ما ننسى بغيت نطرق لواحد الحاجه شفتها هذا خطره كي كنت انا وريتاج بنتي في السبيطار، يعني حاجه كارثيه، يعني عمري ما تلاقيتها، اول مره نتلاقاها. قلت ان نشارك معها احباباتي ونوعي بزاف نسى. يعني اي مراه كي تدخل بنتك للسبيطار تدخلي معها، اذا كانت العجوز ما تبغيش الله يسهل عليها. يعني انا وحده من الناس ما نقدرش نصبر انا في الدار وبنتي تتعذب في السبيطار. يعني كنت شفت واحد الحاله لا اله الا الله محمد رسول الله، قلت على والناس تصلي في الجوامع وتقول لك اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربي قالت لك الوحده كي غادي ينزل رحمته علينا، كي كاين عباد كيما هذا الظلم ظلمات يوم القيامه. صدقوني يا البنات، شفت واحد العجوزه، ما رانيش نهضر في العجايز يعني ربي خلق وفرق، كاين لي عجايز ظالمات وكاين شي عجايز يعني شت نوعين. شت واحد المراه كبيره عند كنتها، يعني يوميا تجي تطلع عليها
وحنينه. كي كانت هذيك حدايا قالت لي هذه عجوزتي، قالت لي الام تاعي ما عندهاش، والام تاعي قالت لي ما تقدرش توصلني كل يوم، قالت لي عجوزتي كل يوم تجي عندي، قالت لي تقول لي ما تغبنيش امك ما عندهاش، امك ما تطيقش تجيك كل يوم. كيما راكم تعرفوا يعني السبيطار يليق لها مصروفه، يليق لها فطوره، يليق لها بزاف صوالح، والله المستعان. كاين اللي ما عندوش. وشفت يعني من جهه واحده اخرى، شفت واحد العجوز لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني كيما هي ما كانش. واحد العجوز قبيحه لواحد الدرجه، دخلت للسبيطار مع بنت ولدها. يعني ومن يولي الليل تجي تجمع في ديك لاشومبغ اللي كنت انا فيها، في الغرفه اللي كنت انا فيها، تجي تجمع مع واحد زوج تاع نساء كما يبغوا البوليتيك ويبغوا الجمايع. حنا رحنا للسبيطار على باه نداو ولادنا، ماشي باش نجمعوا ولا باش نلقطوا الهضره ولا باش. قلت لك تجي تجمع تما في الليل وتحكي لهم حياتها وتقول لهم انا ما خليش كنتي تجي للسبيطار، انا خليك انتي تقعد في السبيطار للجمايع والبوليتيك، وانتي عجوزه في عمرك 70 عام قاعده للجمايع والبوليتيك، عيب وحرام. ديك الغريانه من الغادي تذبح ماما ماما، وهي تقول لهم لا انا نقعد مع بنت ولدي، انا كنتي ما تجيش لهنا للسبيطار للجمايع. والله العظيم يعني خرجت من السبيطار في حاله اكتئاب، يعني مرض بنتي، كنت في حاله يعني بنتي كانت مريضه في حاله، ومن هذيك المرة خرجت في حالة قلت سبحان الله، قلت الحمد لله يا ربي، رانا في نعمة، مالقري بنتي راهي مريضة بصح راني في نعمة الحمد لله، ربي ما طيحنيش في عجوزة كيما هذه. وتقول لهم تحكي لهم يعني واحد الحكاية، الدار داري وانا نحكم، وداري انا كليت شوربة بالحليب وانا زيرت وانا درت باش بنت ذيك الدار وذيك الكنة. قالت لهم كل يوم نضرب بالباب اعزكم الله برجلي، يعني كل يوم ذيك الكنة عايشة في رعب. وذيك العجوزة قال لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم. والله ما كل ما نتفكرها، والله كل ما نتفكر ديك العجوزه نمرض. حتى كي خرجت من السبيطار لو جايين بنتي تتبع فيا وتقول لي ماما ما راكش تبغيني، ماما ما راكش تعنقيني، ماما ما راكش تضحكي. قلت لها سمحي لي ما رانيش طايقه. يعني خرجت في حاله، رفدت بنتي غير بالسياسه، رفدت السيروم وقعدت ندور. قلت الريتاج، قلت لها ما رانيش طايقه بنتي نشوف في هذه العجوز على خاطر ما طقتش على البكي نصبر. الظلم ظلمات يوم القيامه، الانسان تصبري على ابتلاء ربي سبحانه، ولكن ما تقدريش تصبري على شي عباد. بنت مرضى تخلي امها، الغريانه تحتاج امها، الطفله تحتاج امها. علاه قالت كل وحده علاه تظلمي كيما هكا؟ البنت محروقه على امها تبكي ماما ماما والام يعني ما طقتش نتخيل الحاله تاعها في الدار. كاين ام تصبر في دارها وبنتها مقيوسه في السبيطار، هذه كاع ما كانش. الله يهدينا. نقول هذه العجوزه من هذا المنبر، ما قال ما طبش نهضر معاها ثم على خاطر باينه بلي كاين شي عباد ما طيقيش تناقشيهم. قالك اذا خاطبك الجاهلون فقولوا سلاما، كاين شي عباد ما طيقيش تناقشيهم، وانا علاه ما نطيقش نناقشها؟ نطيق نناقشها ماشي ما نقدرش نناقشها، لخاطر انا الحاله اللي كنت فيها ما تسمحليش. انا على خاطر ريتاج ما انا كي تكون معايا ريتاج ما نطيقش نهضر، ما نطيقش ريكلامي. ريتاج ما تنجمش الخلايع، ريتاج ما تنجمش الزعاف. كاين شي عباد ما تقدريش تناقشيهم، كاين شي عباد ما يفهموش. تهضر مع دوك النساء وتقول لهم الدار داري وانا بنيتها ومانيش عارف. يا اختي كي الدار دارك على مخليتها، خرجيها، قولي للولد تاعك يتحمل المسؤوليه، يكري لها دار، يبني لها دار، وما تخليش ديك الكنه عايشه في عذاب. عايشه قالت كل وحده مكسوره الجنحتين. انا نقول لاي ام زواج كيما هذا، انا وحده من الناس ما عندي ما ندير به. العجوز اللي تحرمني من بنتي، اللي الكبده تاعي تكون محروقه على بنتي مقيوسه في السبيطار وانا قاعده في الدار، هذه انا وحده من الناس ما نقبلهاش. الله المستعان يا البنات. هذاك اللي قالهم كبيرهم هو هبيلهم. نورمالمون المراه كي تكبر كي يولي عندها 70 عام 60 عام راكي كبيره، نورمالمون نتيا واعي، نورمالمون نتيا ديك كنا نتيا كوني ام بالنسبه ليها، ماشي نتيا قالت وحده نتيا والزمن عليها. المهم الله يهدينا. انا نقولها الله يهديك ان شاء الله، ربي يحنن قلبك على المخلوقه مسكينه. المهم ربي سبحانه الغدوه من ذاك الصباح نلقى الثرمليات يجرو. كي سقسيت شكاين قالوا لي ديك العجوزه طاحت لها لاطونسيو ولا طلعت لها لاطونسيو، والله ما راني متفكره. المهم راحوا داروا لها سيروم. احنا ما هضرناش، احنا ما دعيناش، احنا ما قلنا والو. المهم ربي قالت كل وحده من فوق، ربي من السما كان خلص فيها. ديك العجوزه خرجوها على خاطر مرضت، وذيك الغريانه جات عندها ميمتها قعدت معها قرد مالات. وكنت خرجت وخليت واحد المراه تما تاني من مورايا في السيرفيس، يعني في حاله مسكينه قاعده وتقارع القضاء ربي سبحانه.
ديك اللي حدايا قالت لي هذا الولد الثالث كل ما الطفل يقفل 7 أشهر يموت، يعني كل ما يقفل 7 أشهر داك الغريان يموت. كانت ثم في المستشفى وداك الغريان تاعها كان فيه 7 أشهر ويومين ولا 3 أيام على ما أظن. قالت لي قلبها راه دم، يعني في حالة. وتلقاي ليلية النساء من غادي يتجمايع والضحك ويسقسوا فيك ويدخل راجلك هذا راجلك شي يخدم، وكي تدخل امك هذه شكون هذه امك ولا عجوزتك. الله المستعان. يعني مازالوا كاين شي عباد انا نقول الله يهديهم هذا مكان، وعلاه ما تهضريش وعلاه ما تجمعيش وعلاه ما فهمتش. قالوا معقده، قالوا دايره، قالوا حنا كي ندخلوا السبيطار ندخلوا نداووا وليداتنا كي تكون الام كارد مالاد، يعني مقابله المريض. كارد مالاد يعني مقابله المريض، يعني مقابله بنتها ولا ولدها. بصح كاين اشكال الله يهدينا. انا نقول ربي يشفي كل مريض. نقول كل وحده كي تكوني قانطه، يعني السبيطار راه رافد عنده ما راه رافد. كي تكوني قانطه من عيشتك ولا قانطه من دارك ولا قانطه من رحمه ربي، روحي للسبيطار شوفي بعينيك ضربي طله. نعرفك بلي غادي كي تخرجي حامده ربي سبحانه. نقول للي مريض الله يشافيه، واللي مات ربي يرحمه، ربي يلطف بينا. نقول لكم حباباتي نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونتمنى تسامحوني الا قلت كاش كلمه. المهم هذا هو البلا بالذات اللي توحمت عليه في ريتاج. ادعوا لها ربي يشفيها ويطول في عمرها، وربي يفرحني بها ويفرح كل ام بوليداتها. نقول لكم نخليكم في امان الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام. قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك